بمتحف بريتش ميوزيوم بلندن بالمملكة المتحدة نجد العديد من القطع النقدية التي تعود لملوك أمازيغ. من بين هذه القطع عدة قطع تعود للملك الأمازيغي بطوليمي، ومنهم هاتان القطعتان التي ترونها بالصورة. هي قطعة نقدية فضية، ونرى بها الملك بطوليمي في الوجه الأول، وبالوجه الآخر نرى أب بطوليمي وهو الملك يوبا الثاني. القطعة الثانية هي قطعة ذهبية، ونرى بها الملك بطوليمي. لمن لا يعرف الملك الأمازيغي بطوليمي فهو ابن الملك يوبا الثاني وكليوباترا سيليني. من جهة الأب هو حفيد الملك يوبا الأول، ومن جهة الأم هو حفيد الملكة الشهيرة كليوباترا. كليوباترا التي هي آخر ملكات البطليمية أي بطوليمايك، هذه الأسرة التي حكمت مصر ابتداء من وفاة الإسكندر الأكبر، أي ابتداء من سنة 323 قبل الميلاد، والتي أسسها بطوليمي الأول وهو جنرال للإسكندر الأكبر. إن أعجبتك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة ونشر الفيديو لتعم الفائدة.